فرقنا المصرية في البطولات الأفريقية حتى الآن 100-100. الأهلي بيتعادل مع يانج أفريكانز 1-1 خارج الديار، ويتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط وبفرق 3 نقط عن أقرب منافسين. أما بيراميدز حامل اللقب مسك نهضة بركان المغربي نفخوا 3 كده وأنا عاملة نفسي نايمة زي السكينة في الحلاوة. روق عليه 3 بأقل مجهود، حامل لقب فريق بطل ويتصدر مجموعته ويبقى أول فريق يضمن التأهل لدور الثمانية في بطولة أفريقيا أبطال الدوري هو بيراميدز حامل اللقب. أما في البطولة الكونفدرالية الزمالك والمصري، الزمالك قدر يكسب 2-1 ويتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط. وعند الزمالك محتاجين وقفة، الزمالك بيعمل إنجاز، الزمالك في ظروف صعبة جدا وبيعمل كده ازاي انا مش عارف. والزمالك هو على فكرة اقل فريق يدعم واقل فريق صفقات، عنده مشاكل في الصفقات، عنده مشاكل في الادارة، عنده مشاكل في الارض بتاعته، عنده مشاكل مالية. اللعيبة ما بتاخدش فلوس، اللعيبة اللي في الملعب دي ما بتاخدش فلوس، بتتنقط. عايز يجيب مدرب اجنبي على مدرب مصري راكب ومركز كويس في البطولة وفي ماتشاته وبيكسب. وطبعا اهلي وزمالك عندهم عقدة الخواجة، لازم اجنبي، مع ان معتمد جمال بيثبت كل يوم ان مدرب محترم وكويس، وعلى الاقل ده وقته، الراجل بيكسب، مش مطلوب منه اكتر من كده. الزمالك في اصعب ظروفه بيتصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقط، وفي المركز الثاني المصري 7 نقط، وبيلاحقهم كايزر تشيفز 7 نقط. والبطولة دي كده متعفرطة، لكن يبقى أقوى ما فيها وأحلى ما فيها هو الزمالك اللي بيلعب في ظروف صعبة جدا وتصدر مجموعته، وشابوه الزمالك. صراحة تحية لنادي الزمالك اللي بيقدر يكسب في ظل المشاكل دي كلها. وفي الآخر بنتمنى كل التوفيق والدعم للفرق المصرية في البطولات الأفريقية. إن شاء الله الزمالك والمصري يصعدوا مع بعض، وإن شاء الله الأهلي وبيراميدز بيراميدز يصعد، إن شاء الله الأهلي يقدر كمان يصعد، لأن الماتشات اللي جاية صعبة على الكل. في مجموعة الزمالك في الكونفدرالية، والمجموعة بتاعت الأهلي اتصعدت برضو، ومحتاجين إن هما يكسبوا ماتشاتهم. كل الدعم والتوفيق للفرق المصرية في البطولات الأفريقية، ونشرف بلدنا مصر ونرفع اسمها عالي. سلام.